سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا. حاكم شمال البحر الأحمر تتفقد أدوبحة ونقفة. دعم مالي للأسر المحترقة التي احترق منازلها في عد حزباي. الهند تسجل على حصيلة إصابات يومية في العالم والمستشفيات تعاني. بايدن يستضيف 40 من قادة العالم في قمة افتراضية في يوم الأرض. وبرلمان الإكوادور يتبنى قانونا يكرس ربط الاقتصاد بالدولار. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 23 من إبريل في مراكز العزل في الإقليمين الأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت 4 من الإصابات في أسمرة و4 في كرن. في غضون ذلك شفي 4 مرضى من كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3605، شفي منها 3410 وتوفي 10 مرضى، فيما لا يزال 165 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 23 من إبريل 2021. تفقدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أوضاع خدمات المياه والصحة والتعليم والزراعة وغيرها في مديريتي أدوبحة ونقفة، والتقت الجهات المختصة. وتفقدت حاكمة الإقليم في الزيارة التي قامت بها من 15 وحتى 21 من إبريل مؤسسات التعليم والصحة والمياه في ضاحية دريت بمديرية أدوبحة، وخاصة المدارس المشيدة حديثا في ضاحيتي مدقاق وقدحت، والعيادة المشيدة في ضاحية عيلبابو، وبحثت مع مدراء المدارس المصاعب التي تواجههم. والتقت السيدة الحاكمة مع الجهات المعنية وبحثت سبل صيانة المجرى التحويلي للسيول في بادن لري مساحة 90 هكتارا لخلق الأرضية لاستقرار الرعاة الرحل والعمل في الزراعة. واجتمعت السيدة أسمرت مع العيان ولجان القرى في ضاحيتي دريت وعلبابو، موضحة الاستثمار الكبير الجاري خاصة في التعليم، داعية العيان ولجان القرى للقيام بدور مؤثر لإصلاح ضعف إرسال الأبناء إلى المدرسة. وأكد المجتمعون على العمل لرفع المشاركة في التعليم، مطالبين بحل إشكاليات الاتصالات والمواصلات والطرق، والحصول على الدعم الآلي لإصلاح الأراضي الزراعية في منطقة بادن. كما زارت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهام مرافق المياه والصحة والتعليم الكائنة في ضاحية أقرع، وأنشطة النفير الشعبي لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة المجاري التحويلية، وكذلك مستشفى نقفة. تلقت 6 أسر احترقت منازلها مع كامل الممتلكات في عد حزباي بمديرية حلحل في 17 من مارس الماضي، تلقت دعما ماليا، وقدم الدعم البالغ 88,750 نقفة الإريتريون المقيمون في المهجر، وتم تسليمه في 22 من إبريل. وشكرت الأسر الدعم المقدم لها من الحكومة والشعب والإريتريين في المهجر. وقد حصلت الأسر التي احترق منازلها على المساعدات على المستوى الإقليم والمديريات مسبقا. ولم يحدث الحريق الذي دمر ممتلكات قدرت بحوالي 300 ألف نقفة لم يحدث أضرارا في الأرواح. قدمت وزارة الزراعة 29,150 من الفراخ بأسعار مناسبة ل 1166 مزارعا محتاجا في مديرية صنعفة. وقدم الفراخ في عمر الشهر بسعر 15 نقفة للفرخة الواحدة. وأوضحت خبيرة تربية الدجاج في المديرية السيدة سعيدة صالح أن البرنامج يهدف لتنمية القدرة الاقتصادية وإثراء مائدة الأسر، داعية المزارعين لتوطيد العلاقة مع النقاط الزراعية لمتابعة الأوضاع الصحية للدواجن.
وذكرت أن تدني المعرفة بتربية الدواجن من التحديات الأساسية، معربة عن أملها لتعاون وزارة الزراعة في التدريب والدواء والعلف. وأوضح المهني الزراعي في نقطة ماي جودف السيد تسفاهوني باريا جابر عن ثقته في إحداث الفراخ لتغيير في معيشة المزارعين المحتاجين. وأكد المزارعون على العمل بقوة لتحسين حياتهم المعيشية استفادة من دعم وزارة الزراعة. وكانت وزارة الزراعة قد قدمت العام الماضي حوالي 20,000 من الفراخ ل 796 مزارعا. تبرع أعضاء إدارة مديرية جودهايف في الإقليم الأوسط ب40 كيسا من الدم في 23 من إبريل. وأوضح الأعضاء أن التبرع جاء نتيجة لأنشطة التوعية التي يقوم بها بنك الدم بالتعاون مع جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم. وأشاد منسق التبرع بالدم في بنك الدم المورد عقبة يوهنس بدور جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في برامج التبرع بالدم. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل رقم قياسي من الإصابات اليومية بكوفيد-19 بحصيلة بلغت 315 ألف إصابة تقريبا خلال 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين. والموجة الوبائية الثانية التي تعزى إلى متحورة مزدوجة للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى سلطت الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي. وأبلغت الوزارة الخميس عن 314,835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل. بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررا من الوباء، إلى 15.9 مليون. وبلغ عدد الوفيات 2074 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 185 ألف وفاة جراء كوفيد-19. مع ذلك لا يزال عدد الإصابات والوفيات بالنسبة إلى عدد السكان في الهند أقل بكثير منه في بلدان أخرى. وأقر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كلمة متلفزة بأن الهند وسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار يواجهون مجددا معركة كبرى، داعيا مواطنيه إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن العالم إلى التحرك خلال قمة حول المناخ عبر الإنترنت كشف خلالها عن هدف أمريكي جديد لخفض الانبعاثات الملوثة، الأمر الذي رحب به عدد من قادة العالم الذين أشادوا بعودة واشنطن إلى الخطوط الأمامية في مكافحة الاحتباس الحراري. واحدا تلو الآخر رحب القادة المدعوون للمشاركة في القمة بعد قرابة 100 يوم من وصول بايدن إلى الحكم بالموقف الأمريكي الجديد بعد 4 أعوام من عدم التحرك في مجال المناخ وإنكار المشكلة خلال عهد دونالد ترامب. وأعلن كل منهما تعهدات من قبل بلدانهم في مجال المناخ. وحذر الرئيس الأمريكي في مستهل هذا الاجتماع عبر الفيديو الذي يستمر ليومين من عواقب عدم التحرك، وأشاد بالمنافع الاقتصادية الاستثنائية التي يمكن أن تنتج عن الإصلاحات البيئية. ووعد الرئيس الأمريكي الرئيس السادس والأربعون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 50 و 52% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005. وافق البرلمان الإكوادوري على مشروع قانون يهدف إلى تكريس ربط الاقتصاد بالدولار المطبق أساسا في البلاد منذ العام 2000 في إطار التزامات حيال صندوق النقد الدولي. وأعطت الجمعية الوطنية الإكوادورية الضوء الأخضر لهذا القانون بأغلبية 86 صوتا مقابل 41 وامتناع 7 أعضاء عن التصويت. وكانت الإكوادور قامت بدولرة الاقتصاد في مارس 2000 بعد أزمة مصرفية تسببت في خسائر تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار لهذا البلد النفطي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17.4 مليون نسمة. ويأتي
إقرار هذا القانون في إطار التزامات الإكوادور تجاه صندوق النقد الدولي الذي منح البلاد قرضا بقيمة 4.2 مليارات دولار في مارس من عام 2019، وقرضا آخر بقيمة 6.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وإلى جانب إجراءات تقشفية، طلب صندوق النقد الدولي فرض مزيد من الضرائب ووضع قواعد لمكافحة الفساد وزيادة ضريبة القيمة المضافة وقانونا يمنح المصرف المركزي استقلالية. اكتشف العلماء ما قد يكون أصغر ثقب أسود معروف في مجرة درب التبانة وأقربها إلى مجموعتنا الشمسية، وهو جسم غريب لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب يونيكورن. وقال الباحثون إن الثقب الأسود أكبر 3 مرات تقريبا من حجم شمسنا، وذلك من خلال اختبار الحدود السفلى لهذه الأجسام الكثيفة للغاية التي لديها جاذبية قوية بدرجة لا يمكن حتى للضوء الهروب منها. ويقع الثقب الأسود على بعد نحو 1500 سنة ضوئية من الأرض، وتتشكل الثقوب السوداء مثل هذا عندما تأفل النجوم الضخمة وتنهار نواتها. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.